دكتور المعلم فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين دكتور محمد بديع، والضيوف الكرام، كما أرحب بالسادة الحضور من الإخوة والأخوات. في الله نلتقي وبالحق نتواصى، وفي طريق الخير نسير لنحقق العزة والكرامة. إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن، إن تسلي من بناه إنه البنا حسن. كان حلما قريبا بعيدا أن يرتفع اسم جماعة الإخوان المسلمين على مقر لهم. حلم قريب لأنه في عقولنا ونفوسنا وحق مشروع لنا، لما تحمله هذه الجماعة من خير للمجتمع ورفعة للأمة وأستاذية للعالم. أما كونه بعيدا لما صنعه ذلك النظام البائد المستبد الفاسد من كبت صوت الحق ومنع الخير ومحاربة أهل الصلاح والمصلحين. ولكن شاءت إرادة الله العلي القدير أن ينتصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. كما عانت المرأة خاصة من هذا العهد الظالم المنصرم من اقتحام الظالمين لبيتها واستحلال حرمته وتفتيش أركانه والاطلاع على خصوصياته، لا لشيء إنما لظلم وطغيان. يغيب الزوج بالمعتقلات والسجون، ويحرم الأولاد من الأب الحنون، فتنظر فإذا هي وحدها في معترك سيطر عليه حب السلطة وظلم الناس. ولكن ثبتت، كانت هي الأم والأب، فتحملت المسؤولية دون تقصير ولا تفريط، حينما كانت هي المتكئ الصلب لأولادها وواحد الأمان لأسئلتهم وحيرتهم. ثبتت وهي تعاني مرارة الظلم وألم الطغيان من طمس الحقيقة ومحاربة أهل الحق والفضل والخير. ثبتت لأنها تعلمت من تلك الجماعة المباركة أنه جهاد في الله وابتغاء مرضاته، تدعو الله وتنتظر يوما تعلو فيه راية الحق ويسود الأمن والأمان. وجاء اليوم الذي استجاب الله لدعوة المظلوم بجوف الليل، وقد قال عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نصر ثورة 25 يناير المباركة، لنبدأ من حيث انتهينا ونمضي كما أمرنا الله، ندعو إلى الله على بصيرة بما يعود بالخير على الوطن. واليوم افتتاح مقر الإخوان المسلمون بالمنوفية. اليوم نستنشق الحرية، نرفل في ثوب الكرامة لكل مصري. لم تنتهي المسؤولية والتبعة بعد، إنها اليوم أعظم، تلك التي تفرض علينا مزيدا من الجهد والتضحية والتفاني والبذل والعطاء للوصول مع كل الشرفاء لبر الأمان واستقرار وسلامة مصر. لا يسعني وأخواتي إلا أن نرفع أيدينا بالشكر والعرفان لرب العالمين الذي من علينا بكرمه وفضله، ونعاهد أننا على أتم الاستعداد للعطاء والمشاركة في تحقيق مستقبل أفضل كما يحب ربنا ويرضى. فإن تلك المرحلة والتي تتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية لأحرى بنا أن نبذل أقصى الجهد في سبيل الإصلاح والنهضة والتنمية. أسأل الله عز وجل أن يكلل ذلك بالتوفيق، وأن يجعلنا للحق ناصرين وبالدين قائمين وللهدى هادين وعلى طريق سائرين بأمر رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.